السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن المواقف المحرجة اللي بيقع فيها الأب والأم. من المواقف دي هو إن الطفل بيشاهد والديه في الغرفة الخاصة بيهم. طيب ازاي تتصرف الأم أو يتصرف الأب في الوضع ده، وازاي يحافظوا على نفسية أولادهم؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن كل التفاصيل اللي تخليكم تقدروا تتعاملوا مع الموقف ده. كملوا الفيديو للنهاية، ولو مش مشتركين في القناة ياريت انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اهم حاجة هي الحذر. طبعا يجب اننا ناخد كل الاحتياطات علشان ما يحصلش مواقف من النوع ده. طيب فرضا ان الطفل يعني دخل غرفة النوم الخاصة وحصل الموقف المحرج ده. طيب نعمل ايه او نتصرف ازاي؟ اهم حاجة في الموضوع هو الثبات الانفعالي. الطفل مش لازم ان هو يشوف الاب والام في حالة ارتباك وهلع علشان ما يستقرش في قلبه ان باباه ومامته بيعملوا حاجة محرمة او حاجة غلط او حاجة شنيعة. والأم بعد كده لو الطفل قادر ان هو يتكلم بتسأله بطريقة غير مباشرة، انت من امتى كنت واقف يا حبيبي؟ انت شفتي ايه؟ طيب عرفيني كده وقوليلي. يعني تحاول تفهم من الطفل هو شاف ايه وفهم ايه. وكمان لازم الطفل يوصل له ان الاب والام مش بيأذوا بعض، لان هو في اطفال بيختلط عليها الامور ويفتكروا ان مثلا بيحصل ايذاء في الموضوع. كمان مش المفروض اننا نكذب على الاولاد، ونشوف الاول بعد ما نتكلم معاهم ويعني هيقولوا لنا هم ايه اللي وصل لهم بالظبط، هنفهم منهم. وبعد كده ما نكذبش، يعني بنفهمهم ان اللي شافوه بعينيهم ده احنا لو جينا ننفيه هم مش هيصدقونا، وده هيخليهم ان هم ما يثقوش فينا ويقعدوا يدوروا على الموضوع. لو الطفل كبير فالام بتوضح له ان اللي هو شافه ده طريقة للتعبير عن الحب بين الاب والام، زي ما ربنا امرهم، وان ده مهم لبذر الذرية واعمار الارض. مع التأكيد ان الحالة دي ما بتتمش غير بين الابوين فقط وفي اطار الزواج، يعني ما ينفعش يبقى في قرب بين اتنين او رجل وامرأة الا في اطار الزواج فقط. طبعا ده بيكون على حسب عمر الطفل. لازم الكلام يكون مختصر وبلهجة مطمنة ومفيش غضب أو تلجلج أو خجل. بعد ما عملنا ده كله احنا علينا دور تاني اننا نراقب سلوك الطفل، لانه ممكن يحصل له أرق أو تبول ليلي أو نوبات بكاء أو اشمئزاز من الوالدين أو غيرة أو تقليد اللي هو شافه مع العرايس أو اخواته أو أولاد الأقارب، أو ممكن العبث في أعضائه التناسلية. فمهم جدا ملاحظة سلوك الطفل ومراقبته والاهتمام بيه. ولو حس الأب أو الأم إن الأمر ساب أثر كبير على نفسية الطفل وعجزوا عن معالجته، لازم يستشيروا طبيب نفسي على علم وعلى دين، وما يهملوش أبدا في الوضع ده، لأنه ممكن يأثر عليه لما يكبر لا قدر الله. ده باختصار اللي نقدر نعمله مع أولادنا في الحالة دي، وإن شاء الله يكون في حذر وتدابير علشان ما نقعش في الموقف ده مع أولادنا. وأتمنى إن الفيديو يكون أفادكم، ولو عندكم أي سؤال اكتبولي في التعليقات وهرد عليكم إن شاء الله. كنت معكم ريهام حسن، أخصائي إرشاد نفسي وأسرة تعديل سلوك للمراهقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.